التشكيلة المتوقعة للترجي الرياضي التونسي بعد الميركاتو الكبير اللي قامت به الإدارة. بالنسبة لي المدرب ريجي كامب باش يكون عنده برشا حلول في كل الأماكن، باش يكون عنده رصيد بشري ثري ما عدا في بوست أو اثنين اللي هما الظهير الأيسر ومحوري الدفاع. بالنسبة لي أنا الترجي باش تكون كالآتي التشكيلة حسب رأيي أنا الخاص، وانتوما إذا كان تراو غير هذا اكتبونا في الكومنتات. بالنسبة لي أنا باش يكون الحارس الأساسي أمان الله مميش، ثم في جرته منتصر السيد، وكخيار ثالث باش يكون بن سعيد. بالنسبة للظهير الأيمن أنا نخير إنه يكون كيتا في حالة شامبيونز ليج، في حالة البطولة ولو حاجتك بأربع مقاعد برك أجنبية باش يكون الخيار على محمد دراجر ثم محمد بن علي. كقلبي دفاع باش يكون رائد الشيخاوي وحمزة جلاسي كقلبي دفاع، وكمعوض سيكون مروان الصحراوي، ودرجة أقل سيكون الشاب السميري. بالنسبة للظهير الايسر الترجي مازال تبحث عن حل للظهير الايسر، ان شاء الله نلقاو ظهير ايسر في قيمه الترجي، لكن حاليا فما الياس العرعار وفما نضال العيفي. انا نخير انه نعطيه الفرصه خاصه في بطوله تونس للشاب الياس العرعار خليه يثبت مكانه، لكن الاولويه القصوى ستكون انتداب ظهير ايسر في قيمه الترجي الرياضي. بالنسبه لوسط الميدان انا نخير انه يكون خوسيس كاسيو معاه حمزه رفيعه ومعاه محمد الحاج محمود. ك كخيارات أخرى نجم يكون عبد الرحمن كوناتي، نجم يكون خليل القنيشي، نجم يكون معز الحاج علي، نجم يكون خير الدين مداوي. فما برشا حلول، نجم يكون شهاب الجبالي أيضا. فما برشا حلول بالنسبة للمدرب في وسط الميدان، وما عليه كان هو يتصرف في الإفكتيف. بالنسبة للأجنحة، بالنسبة للظهير اليمين باش يكون لوكاس ريبيرو، ثم كتعويض ثاني باش يكون الكامروني فرنانديز مايلي، مايل فرنانديز سامحوني. وبالنسبة للجهة اليسار باش يكون يوسف البليلي لو لم تتم معاقبته ونستناو قرار الطاس. وفي مراتب أخرى باش يكون عادل بالطيب، يوسف بشة، وخير وهيثم ضو. بالنسبة للأتاك باش يكون فلوران دونيو هو المهاجم الأساسي للترجي هذا الموسم، باش يكون خيارات أخرى كأشرف الجبري وأبو بكر دياكيتي. إن شاء الله الترجي تنتدب ظهير أيسر في المستوى، إن شاء الله تزيد تعزز قلبي الدفاع، وإن شاء الله بحول الله الترجي بخير. أنا هذه التشكيلة اللي نراها أساسية وتناسب الترجي الرياضي التونسي. أعطيونا رأيكم في الكومنتات وشنو هي التشكيلة اللي تراها أنتم أنسب للترجي في كل سواء في البطولة ولا في بطولة أفريقيا.